المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لنواصل هذا المحتوى. واللي عمرنا ما سمعنا به في تاريخنا. راكم تشوفوا الدقة. نهار واحد جزائري راح في كاس افريقيا قال لهم انا هما عندهم الزليج يخدموه حبه بحبه، باسكو حنا الزليج كنا حاطينه لا فايونس هذيك اللي تلصق في الحيط. مي بون سي اوتر شوز. مي فريمون سي ان ترافاي تسمى خدمه تاع صناعه و سي با ايفيدون. يعني حتى الخدمه قطعه بقطعه تسمى حاجه اوكي. دونك حنا القوم تاعنا اللي دركا عادوا يسرقوا في اللباس اليمني هذاك ما بقى لنا، والزليج قال لك تاعنا. دوك انا ما فهمتش، اذا كنا حنا نخدموا الزليج علاش ما قدرناش مجرد ندير واحد الحاجه بسيطه جدا اللي هي وين راحت الحاجه البسيطه جدا. هوب دقيقه جماعه استسمحكم. اصبر تشوف نشوفو نعاودو. بالك لازمني نقص سي تبان تخي بيان هنايا. دوك حنا السؤال الذي يطرحه شوقي بن زهرة عميل المخزن، وربما راح ندير واحد المغالطة منطقية صغيرة، بصح إذا كان الزليج جزائري وإذا كنا نصنع الزليج اللي هو قضية معقدة جدا تصنع باليد وحاجة مضبوطة ومتقونة وكذا، كيفاش ما قدرناش نرسمو خطوط تاع طريق مستقيمة؟ والله شوف، والله السؤال عن حسن نية. بالك ما على باليش انا كانت عندي انا والله صدقوني او على بالي خي ساعات تقولوا لي نبالغ ومن بعد توليو وترجعوا لكلامي. كما وقت هذيك تاع قلت لكم المدرسه الجزائريه قراونا حرفيا كيفاش تكره المغرب اليهود كذا، قلتوا لي تبالغ. من بعد خرجت الفيديوهات وهذيك تاع المعلمه في القسم تاعها وكلش. انا الزليج كنت اظنها عباره نابيه، كنت حاطها تطياح كي بديت نسمع الكلمه هذه. عمرنا في تاريخنا ما تكلمنا عليه، ما سمعنا به، ما عرفناه، ما درناه جامي طلافي. مي انا نمشي معكم بالمنطق نتوما الطريق خطوط تاع الطريق مستقيمه ما قدرتوش ديروها. القصر اصلا القصر اسمه القصر تاع المشور. واش المشور هذا اللي في تلمسان؟ نهار بوتفليقه قال لهم روحوا جيبوني، لا روحوا جيبوني شي مغاربه يديروا لي الترميم. مي سي با غراف، ماشي مشكل. تخدم الزليج وانت طريق ما قدرتش كل شيء. طريق هذاك البون اللي من فوق يا الاتراك يا الصينيين خادمينه جود. بقى لكم غير تسطروا، بقى لكم غير ديروا خطوط. يعني قضيه مش معقده جدا. بعد بعض انصار النظام قال لك لا وسي لي في دوبتيك وبداو يديروا في الفيزياء. قال لك لا وهذه وعمليه والكاميرا وكذا. وهذه الكاميرا راكم تشوفوا هنا الخطوط القديمه، وهنا عاودوا داروا وهذه امر روع كبرنا به. واش كانوا يديروا كي تكون زياره تاع الرئيس وقت نشفى بوتفليقه؟ كان كيجي المناطق اللي كنا بوتفليقه الصراحه كان يزور الجزائر من شمالها الى جنوبها، من شرقها الى غربها. يبداو يديروا يرسموا في الطرقات، يسبغوا حتى الاشجار يبنتروهم. يبداو يبنتروا الطريق الشجر. قادر انت تكون تمشي في الطريق يديروا لك هذيك البيضه هذه. بصح الصراحه يعني انه توصل الامور للدرجه هذه
دونك في ظرف ساعات الفرد الجزائري في مختلف ولايات الوطن خصوصا في الجزائر العاصمة بين على الازمه تاع الهويه تاعو، باسكو قاعد يلبس، واحد يلبس في لباس مغربي، واحد يلبس في لباس يمني، كل واحد واش يلبس. انا لو كنت تلبس القشابيه مثلا تاع الوراس جو بو كومبروندر، نقدر نتفهم الامر. تلبس البرنوس على الطريقه تاع منطقه القبائل نقدر نفهم. في غردايه الاباضيين لابسين اللبسه تاعهم، انا جو تروف توجور صابو، باسكو حنا ما عندناش الشيء هذا. كي نشوف ناس عندهم واحد الجانب هكا تاع ارث وكذا سا في بليزير، سي ان بليزير افوار. بصح انك تسرق هنا عندك ازمه. اوكي، هذه حددناها عبر الفرد الجزائري. النظام الجزائري زاد كشف لنا على ازمه اخرى اللي هي ازمه تاع البروتوكول، باسكو البروتوكول هذا تاع السياره وكذا هذا موجود في كثير من بلدان العالم او في كل بلدان العالم. ماكم شفتوا تركيا مثلا ولا؟ من النظام الجزائري الازمه تاعو راكم على بالكم مع شكون. وقتاش تولدت القضيه هذه؟ هي نهار الزياره تاع ايمانويل ماكرون الى المغرب، وراكم تتذكروا هذه. لحظه، هي مرحله جديده. نسكتوا برك الموسيقى باسكو اظن فيها حقوق البث. هنا بدات الازمه تاع النظام الجزائري مع القضيه هذه، وبداو يزيدوا فيها هذه وتاع يصوروا البروتوكول وكذا من نهار القضيه تاع الحرس الملكي المغربي. هذاك الوقت انا تاني زدت عليها، انا رحت جبت التاريخ تاع الحرس الملكي مي بون هذيك احسبوها عليا ما عليناش. مي الصور هذه منذ ذلك الحين النظام الجزائري يدخل في ازمه عميقه. عادوا كل مرة يحاولوا يرسموا نفس الصورة، مرة جابوا الخيل علاش؟ انا جو سوي با كونتر اونكور اون فوا دير ان بروتوكول، اون ريبوبليك جمهورية دير بروتوكول، كل دول العالم عندها، كل دول العالم تحب تزيد. تشوف مثلا البروتوكول تاع الامارات فخامة كبرى داير مستنبط في بجزء كبير من عند المغاربة، وما عندهمش عقده هما باسكو حلفاء وكلش. بصح على الاقل تخدم حاجه عاديه، ماشي نتوما تبينوا باللي كاين مركب نقص. هذا هو المشكل. المشكل هو ماشي في انك تاخذ ولا تحاول دير امور، تحاول تغير، تحاول، مع العلم انه ميزانيه تاع البروتوكول تاع في الجزائر وميزانيه تاع الرئاسه في الجزائر هي ميزانيه ضخمه، هي الاعلى في المنطقه. راهو الإليزي ما يخزرش معانا يا جدك، معناتها بميزانية ضخمة. الرقم، لحظة، باسكو الرقم جو فو با دير نيمبورت كوا تاع السنة الماضية، جو فو با دير نيمبورت كوا، جو بريفير فيريفي. أفضل ميزانية الرئاسة لأنه ارتفعت في قانون المالية الجديد. دقيقة برك في الجزائر، سامحوني باسكو حاب نمد الرقم، سي تري امبورطون. 825 مليون سي سا، باسكو الرقم تالمو على بالكم الرقم. انا وقلت لكم ما عنديش في القضية تاع المعلومة، انا وشككت او عندي الرقم لكن قلت ما نتيريش برك. انا وساعات نشك في 825 مليون دولار، يعني في الحدود هذه، مع العلم انه تدخل من هنا تدخل من هي، ومن بعد الميزانيه تاع بعض القنوات اللي هي مرتبطه وخلي مرتبطه بالمراديه وكلش. معناتها بالميزانيه الضخمه هذه ما قدرتش تدير مثلا بروتوكول محترم وتصور تصوير محترم وترسم خطوط مستوية ومستقيمة. أزمة كبرى هذه يا جماعة. نوصلوا فقط. واحد قال لي شوقي المارق، واش درت لك يا صاحبي؟ أنا راني هنا نطرح في أسئلة وتساؤلات برك. حشم على روحك، هذاك راهو أمير دزاد المارق، أنا مانيش مارق.
امير دي زاد اللي قالوا عليه وزاره الخارجيه الجزائريه المارق، من بعد هو راح قال المارق على تبون في كومبليمون دونكيت في فرونس 2. لا تربحوا امير دي زاد هذاك العيد عيد بهدلنا قدام الجنازه. ان شاء الله دعوتي مستجابه. لا نوصلوا 300 ألف 300 ألف ضربة على الشاشة فقط. وش هو المشكل؟ ونفتحوا المجال لبعض المداخلات إذا تيسر الأمر. ناخذ الوقت فقط نزيد نتشيكيو مع هادو تاع اليوتيوب إذا راهم ملاح. يوتيوب اسكوني جود؟ نوني جود، راكم 3100 في اليوتيوب، الصوت جيد، الصورة جيدة، كل شيء جيد في اليوتيوب أيضا. أوكي 5/5. جماعة اللي عنده مداخلة يدير طلب، يدير الطلب تاعو مشكورا.